إقالة عاجلة من بشر الخصاونة منذ قليل وسط صدمة الشعب الأردني بالكامل بعد سماع هذا الخبر، ورحيل الحكومة الأردنية وبشر الخصاونة بعد ارتفاع المحروقات وشهداء ضباط الأمن العام. حديث الصحف الأردنية. السلام عليكم وأهلا بكم وفيديو جديد. لو أول مرة بتشوفني ياريت تشترك بالقناة وتفعل الجرس على الكل، وزي ما عودتكم وعودتونا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا نبدأ الكلام. أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ضرورة الجاهزية الكاملة وأهمية التعاون والتنسيق بين غرف العمليات والطوارئ والاستجابة الفورية في التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة وآثارها. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم بنائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كرشيان، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، وزير الداخلية مازن الفراية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة حاليا والتأكد من إدامية الجاهزية الكاملة لغرف الطوارئ وسرعة الاستجابة في ظل الظروف الجوية السائدة. كما قال الخصاونة إلى الوزراء أهمية أن تتولى غرف العمليات الطوارئ توفير مراكز إيواء لمن يحتاجها من المواطنين والسياح، وخاصة المتواجدين في مناطق الأغوار وجنوب المملكة التي تشهد تساقط أمطار غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في بعض المناطق المنخفضة والأودية. كما شدد رئيس الوزراء على أهمية سرعة تجاوب غرف العمليات والطوارئ لأي تطورات بأسرع وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة العمل المتكامل بين كافة غرف العمليات والطوارئ في مختلف مناطق المملكة لمواجهة الآثار التي تفرضها الحالة الجوية السائدة. ولحد هنا بتكون أهم تفاصيل حلقة النهاردة. ياريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد.